نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، ونشوف بقى نقدر نقول لقب المدير، مش قادر اقول المدير الفني للاتحاد السكندري، ولا استنى شويه لما نشوف الاول كابتن فاروق هيقول لنا ايه. ازيك يا كابتن فاروق؟ ازيك كريم؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام. ازيك يا حبيبي؟ كله تمام؟ الحمد لله كله كويس. ايه اللي حصل في قصه الاتحاد السكندري؟ مفيش حاجه، انا لسه حد بيقول لي اسلام بيقول لي اللعيبه وما راحتش ونزلت مصر، ما اعرفش. قلت له الكلام ده منين؟ مفيش الكلام ده خالص. ايه ده؟ ان اللعيبه ما اتمرن، راحت التمرين وهتنزل مصر ومش عايزه تتمرن. قلت له لا، ما الكلام معلوماتي مش كده خالص يعني. مفيش حاجه. انا كنا النهارده في ميعاد انا ودكتور عفت النهارده. ايوه. كان عندنا التزام كده هنروحه. بكره اتاجل الالتزام عشان بكره انت عارف في لقاء بكره الصبح. ما انا هكون معاكم ان شاء الله بكره. ان شاء الله. في لقاء بكره مع رئيس الجمهوريه، مجموعه من الرياضيين. فاحنا رايحين بكره. ما اعرفش، بيقولوا لي حد من اللعيبه اتكلم، قلت له لا مفيش لعيبه ولا حد اتكلم معاه، ولا عنديش فكره. يعني حضرتك ما قعدتش مع دكتور عفت السادات؟ نعم، ما قعدتش مع دكتور عفت النهارده زي ما كنتوا متفقين؟ النهارده قصدي كلمته، وانا اجلت الميعاد لغايه بكره. انا كنت فاهم يعني، انا اللي اجلت الميعاد يعني. هو كان المفروض النهارده احنا هنتقابل. ايوه. وهو كان راجع من اسكندريه. فكان النهارده كانت الدنيا زحمه كده حوالي الساعه 7. زحمه جدا. ما تقابلتوش يعني؟ ما اتقابلناش. فبكره المفروض هو المفروض هتقعدوا بكره مع بعض؟ هنتقابل بكره بنشاء ربنا. طيب، معنا ان كابتن غانم سلطان وكابتن اسامه عبد الكريم الجهاز حضرتك يتولى تدريب الاتحاد النهارده ويكون موجود، ده معناه خلاص ان حضرتك بتقترب ولا ايه بالظبط؟ او يعني هو احنا برضك يعني احنا يعني اتفقنا على خطوط عريضه، لكن ما اتفقناش على كل حاجه. يعني كل حاجه لازم اللي حصل لما هو قدم استقاله فكل حاجه وقفت. فانا قلت يعني كان في التزام ان احنا لازم نروح يوم السبت. انت بتنقذ موقف ان الفرقه ما يبقاش يعني لازم يبقى معاها جهاز لغايه ما تشوفوا هتعملوا ايه. يعني من باب الادب وان احنا ما نقدرش يعني ما نقدرش الفرقه تستاب كده يعني. وبعدين هو امبارح كلمني نائب رئيس النادي، وكلموني اعضاء مجلس الاداره، وكلمني الدكتور عفت. احنا بس مستنيين القرار ان شاء الله ياخده الدكتور عفت ان هو يرجع. لكن لو في الظروف دي طبعا مش هينفع ان انت تروح تشتغل في ظل اللي انت اتفقت والتزمت مع ناس. يعني لو وجود كابتن غانم وكابتن اسامه عبد الكريم في التدريب ده مش معناه ان حضرتك برضه يعني مسكت لسه لما تقعد مع دكتور عفت؟ طبعا. تمام. والاتفاقات كلها اللي احنا اتفقنا عليها تتعمل والنادي يتلم. ولازم الجماهير برضك هي ليها دور اساسي ان هي تلم النادي وتلم اللعيبه. تعليقك ايه على الموقف اللي حصل النهارده؟ حصل هجوم من الجماهير على اللعيبه والله انا ما اعرفش بصراحه. انا ما اعرفش. انا غانم قال لي في مجموعه يعني حصل بينهم وبين اللعيبه شد، او هم شدوا مع اللعيبه. قلت له معلش، هي بعد ظروف كده ممكن تيجي. لكن انا اعرف الجماهير، اي جماهير سواء الاتحاد، الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، اي جماهير بتبقى مشدوده وبعد يومين بتهدى الامور. طيب، هخرج من قصه الاتحاد وهفتكر كلمه حضرتك قلتها لي معايا يوم الخميس اول امبارح. قلت لي مش عارف، انا حاسس ان احمد حسن هيبدا اللقاء اللي جاي. بتفرج على الماتش لقيت احمد حسن بادئ فعلا. فييرا بيغش منك ولا انت بتكلمه ولا ايه؟ مش هو توقع بس؟ انا مش بيبقى اللعيبه يعني. طب انا قلت الاهلي هيكسب والزمالك هيكسب. والاهلي سهل يكسب الفرق الكينيه دي، من الفرق العشوائيه دي. النادي الاهلي خبرات. او قلت عماد متعب هنصبر عليه وهيرجع. صح، بالظبط. قلت نفس الكلام ده معايا. صح. كل الكلام ده يعني بتوع الكوره يعني برضك. طيب، التراكمات دي برضك مش ببلاش. يعني انت توقعت ان احمد حسن ممكن يبدا الماتش فيتا كلوب؟ كان لازم عناصر خبره قليله في الملعب، ودي اللي اخرت المكسب. طيب، مش هتكلم على الاهلي. الحمد لله الاهلي يعني الحمد لله موضوع. الاهلي راح كم مره للجول النهارده؟ راح 3-4 مرات. والخبره خلصت عماد متعب. بالظبط. طيب، مش هتكلم على الاهلي. الحمد لله الاهلي كسب ومهمته بقت سهله في مصر. امبارح
امبارح وانا بتفرج على ماتش فيتا كلاب قلقت على الزمالك. كابتن فاروق، فرقه فيتا فرقه كويسه، بتلعب كوره سهله، بيلعبوا امبارح زي ما اتفرجنا كلنا مفتوحين، بيلعبوا جيم مفتوح على الزمالك في القاهره. عندهم لعيبه كويسه في نص الملعب، حتى المدافعين مش من نوعيه الفرق اللي بتطفش، لا لعيبه فاهمه وبتمسك وبتحضر ويعني ما عندهمش مشكله. وهاجموا الزمالك في استاد برج العرب وسط مثلا 20,000 متفرج امبارح، يعني ما بيخافوش من الجمهور. هناك في الكونغو انا عارف الملعب اللي هيتلعب عليه المباراه ملعب كبير عامل زي استاد القاهره 70,000، الملعب من الجيل الصناعي، الاجواء هناك صعبه. شايف فرصه الزمالك ازاي هناك بعد ما الزمالك كسب 1-0 وكنا نتمنى النتيجه تكون اكبر؟ هو فرصه الزمالك كبيره، يعني فرصه الزمالك كبيره، وخصوصا انت قلت حاجه مهمه جدا. الفرقه بتلعب هنا مفتوح، هناك هتبقى عامله ازاي؟ عايزه تكسب بالظبط. دلوقتي الملعب ما بيحميش فرقه كريم، ولا الحكم بيحمي فرقه، يعني الحكام والملعب ما بيعرفوش، ولا يعني الحكام والجماهير ما بيعرفوش يكسبوا الفرقه خصوصا الافريقيه. ففرصه ان نادي الزمالك سوى يركز. امبارح التوفيق كان بعيد على لعيبه نادي الزمالك، ضيعوا لهم بتاع 5-6 جوال بالظبط. يعني لو كان الاجوال دي جت وكان في تركيز من اول كان الشكل اتغير تماما. لكن ان شاء الله الماتش الجاي الزمالك هيكون هو اهدى، مش هيستعجل مكسب، بيلعب على هدف واحد انه ما يخشش فيه هدف بالظبط. بعكس هنا بقى عايز يكسب، وعايز يكسب باهداف كتير ومش عارف الفرقه وما قراش الفرقه، مش عارف قدرات وامكانيات الفرقه. انت النهارده قريت امبارح حسيت ان فييرا ما اتفرجش على فرقه فيتا كلاب كويس. ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله انا وانت. كنت بقول لك ما ينفعش المدرب يحط تشكيل الا لما يشوف المنافس عامل ازاي، بجانب التشكيل هيلعب بطريقه عامله ازاي. هو فييرا ما اتفرجش على الفرقه، ما اتفرجش على فريق فيتا كلاب، ما اتفرجش على الفرقه. طيب شايف ان احمد حسن، وحضرتك كان رايك ان احمد حسن يبدا اللقاء، هل يبدا زي ما بدا كده على حساب احمد عيد، ولا كان احمد عيد يكون موجود في الملعب برضه؟ الماتش اللي جاي انت عايز احمد عيد في الملعب وعايز احمد حسن في الملعب. بس عايز احمد حسن يقف في الملعب، واحمد عيد هتلعب بفرود، واحمد عيد يبقى تحت الفرود، ومحمد ابراهيم هما الاثنين دول. طيب يعني احمد حسن واحمد جعفر ومحمد ابراهيم ايوه واحمد عيد. يعني الثلاثه دول يبقوا تحت المهاجم. يعني مش كده يبقى طريقه مفتوحه شويه بره، يعني دي هتكثف لك نص الملعب. انت عايز استحواذ في نص الملعب، فالاستحواذ يجي يبقى ايجابي مش استحواذ سلبي. يعني انت محتاج الاستحواذ ده. النهارده الاهلي كان بيلاعب الفريق الكيني، بيستحوذ فريق كيني بس مش عارف يوصل للجول. ان انتشار اللعيبه وحش اللي في نص الملعب، عندهم عشوائيه في الاداء، كرات طويله. نادي الزمالك مش عايز الماتش كده جاي كده، يعني نادي الزمالك عايز الماتش يبتدي يشتغل على ايقاع المباراه، يعني يشتغل بنظام في الملعب، بحركه كلها مسانده، الخطوط تبقى قريبه من بعض، التسليم والتسلم يبقى قريب، مفيش اخطاء، الدفاع يبقى قافل، الاثنين الارتكاز بتوع نص الملعب يبقى بيلعبوا ارتكاز بس ما لهمش وظيفه ثانيه، الاثنين المساكين بيلعبوا مساكين بس ما لهمش وظيفه ثانيه، الاطراف بتلعب اطراف بس، وقدامهم بيبقى ناحيه اليمين هيبقى موجود. يعني انت المباراه اللي جايه ممكن تستغنى عن عن المباراه اللي جايه بس ممكن تستغنى عن الرحيل وتلعب بعد شافي باك ليفت. شافي باك ليفت يعني بتستغنى عن الرحيل وتلعب بعد شافي باك ليفت، وتلعب بثلاثه اللي هم في نص الملعب، يعني تلعب بنور وابراهيم صلاح، وتلعب قدامهم احمد عيد واحمد حسن ومحمد ابراهيم ويلعب احمد جعفر قدام. رايك ايه في موضوع احمد او تصرفه امبارح موضوع احمد جعفر؟ احمد جعفر طبعا عصبي، لازم يعاقب، لازم يتعاقب. من الجهاز ولا من المجلس؟ المجلس ملوش دعوه. يعني انا من وجهه نظري المجلس، الجهاز يعني بيقولوا ان هو ما فيش عقوبه، وان هم قدروا ان هو عنده ضغوط، وكان برضو الجمهور شتمه موضوع التجديد، فحسوا ان هو عليه ضغوط، ف يعني ما فيش عقوبه على احمد جعفر من الجهاز الفني. يعني ايه ما فيش عقوبه؟ ما ده الخبر اللي انا قلته من شويه، ما فيش عقوبه. اما احنا نقول كده يا كريم ما فيش عقوبه على واحد خرج عن النص يبقى عيب، يبقى خلاص، يبقى النادي والبطولات والنادي والتاريخ والكيان والالتزام والانضباط، لا انت بتمسحه باستيك. لا يعني حضرتك من وجهه نظرك شايف ان لازم يكون في عقوبه، حتى لو عقوبه داخليه ما تعلنش يعني؟ بص، العقوبه مش هتعمل له عقوبه ان انت توقفه،
انت هتخصم منه فلوس زي ما انا كانوا بيقولوا شيكابالا يتوقف، لا ما يتوقفش، يتخصم منه فلوس ايام ما شيكابالا عمل مشكله. العقوبه اخصم اللعيب، لكن انت ما تحرمش النادي من جهده وقدراته وامكانيات اللعيب. يعني اخصم فلوس من اللعيب واخصمه فلوس تحرقه. يعني مش العقوبه اكتر حاجه اقول له اتخصم منه 2000 جنيه، لا لازم الفلوس تحرقه، تخصم منه مبلغ قوي عشان زمايله كمان ما يعملوش زيه. ولو هم ما حسوش ان في عقوبه على احمد جعفر كل ماتش هيحصل كده. لازم الجهاز الفني لازم يكون حازم جدا في الموضوع بتاع وما يدخلش مجلس الاداره في الموضوع. تمام. بشكرك كابتن فاروق، ونستنى برضه تاني بكره، هنأجل بقى بكره ان شاء الله نشوف هتعمل ايه مع دكتور عفت السادات. هشوفك بكره ان شاء الله. ان شاء الله اقابلك الصبح باذن الله.